السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل معاكم الكحك بطريقه سهله وبسيطه. معانا 2 كيلو دقيق. لازم تنخلي الدقيق الاول قبل ما تحط عليه اي حاجه ولا اي مكونات. ال2 كيلو دقيق بياخدوا كيلو سمنه بالظبط، وبياخدوا نص كيلو ملبن، وبياخدوا ب5 جنيه سمسم، وب5 جنيه جوزة هند، ونص صابع خميره، ونص باكو بيكنج باودر. وبتجيبي خلطة الكحك. احنا دي كل مقاديرنا اللي موجودة. ومعانا نص كيلو لبن. النص كيلو لبن ما احناش هناخده كله، دي حاجة اسمها خلطة الكحك، بتجيبها من عند العطار، لا كده لا مطحونة. ومعانا من الورق فانيليا كمان. ومعانا هنا نص كيلو لبن اهو، بس اللبن ده مش هيتاخد منه كله، احنا هناخد منه على قد ما العجينة بتاعتنا تحتاج. احنا هننخل الدقيق بتاعنا اهو، وهناخد نص باكو بيكنج باودر نفضيها عليه اهو، نص الباكو بس، ما هيبقاش الباكو كله. هنقلب الخليط بتاعنا ده، هنحط على الخليط بتاعنا اهدي اللي هو الدقيق، دي المواد الجاف. هنحط هنحط معانا، حطينا الدقيق عندكم في الطبق، وحطينا النص باكو بيكنج باودر. هنحط دلوقتي السمسم. هنجهز السمسم بتاعنا. السمسم بتاعك لازم يبقى متنقي ومتحمص، ما تجيبيش طري. هنفضي معاكم السمنه الاول اهو، عشان نحطها تسيح لما نحط الخليط بتاعنا الباقي. معانا السمنه بتاعتنا اهي، كيلو سمنه. عاوزه تحط بلدي، عاوزه تحط من اللي هي العلب العاديه حطي، او حطوا نص من ده ونص من ده. انا حاطه هنا 3/4 سمنه، ماهيش كلها سمنه بلدي. وهحط معايا هنا سمنه بلدي، هحط يعني ربع كيلو كمان عليه، هتديلها طعم وهتديلها ريحه حلوه. اهي سمنه بلدي معايا هنا، انا بحطها اهي. هحط قيمه يجي ربع كيلو كمان. لازم السمنه تبقى كيلو، ما تزوديش عن كيلو، والدقيق يبقى 2 كيلو دقيق عليهم كيلو سمن. انت بقى عايزه تعملي كيلو، اقسمي نص المقادير اللي انت عايزه تحطيها. هنحط السمنه اعملي عندك في البيت انضف واحسن من بره، وهيرمي معاكي ما شاء الله كميه. يعني ال2 كيلو دقيق اللي احنا عاملينهم كحك دول هيبقوا 4 كيلو بس بتاع كحك. شوفي انت عامله 2 كيلو دقيق كحك، هيبقى 4 كيلو. شوفي بقى انت ما تشتريه من بره هتبقى بقد ايه. رجعنا تاني اهو للدقيق. هنحط السمنه تسيح على النار. رجعنا تاني اهو للدقيق. هنجيب السمسم بتاعنا، هنحط نصه بس، دي ب5 جنيه سمسم. هنحط نصه بس. نصه بس ليه؟ علشان النص التاني احنا هنعجن به الحلاوة. الحلاوة بتعجنيها، بتحط عليها شوية سمسم، نص السمسم ده ونص جوزة الهند. عايزة تحطي بقى اي مكسرات تانية براحتك، بس انا بحبه بالسمسم وجوزة الهند. وبتحط عليها اللي هي واحدة الفانيليا بس. معانا هنا اهو، هنحط دي بقى خلطة الكحك، انا جايباها وانا اللي طحناها. في عند العطار بتتباع مطحونة، هاتيها انت مطحون. السمنة سيحناها على النار اهي، تدفى بس ما تبقاش سخنة. السمنة تدفى بس ما تبقاش سخنة. هنحطها وهنقلب بالمعلقة. هتقعدي تقلبي بالمعلقة كده، ما تمدش ايدك فيها، هي يعني سخنة بس نقلب بالمعلقة احسن عشان ما تعملش في ايدك. دي اللي اسمه بس الكحك اهو، بنقعد نلف فيه كده زي ما انتوا شايفين اهو. السمنة كلها والدقيق كله اتشرب مع بعض اهو، زي ما انتوا شايفين اهو. لازم السمنة والدقيق يتلخبطوا مع بعض، ما يبقاش فيه دقيق. الدقيق كله شرب السمنة اللي احنا حاطينها. بنقعد نقلب فيه زي ما انتوا شايفين. تقعدي تبسي بقى لما تلاقيه برد شوية، ممكن تاخديه بقى بين ايدك وتقعدي تعملي بين ايدك كده، بس احنا بنعمل بالمعلقة. احنا لاقيين كله شرب اهو. شوف احنا بنشوفه برد ولا لا اهو، بنحشه بالمعلقة برد في ايدينا. هنيجي بقى هنا على البوتاجاز. معانا هنا الحلة بتاعتنا، معانا هنا كوباية لبن اهي. ومعانا تاني مع اللبن؟ ما بيتحطش لبن بس، لازم يتحط معاه مية. المية اللي بتمسك العجين، نص كوباية مية كمان. كوباية لبن ونص كوباية مية. هنيجي هنا دي الخميرة بتاعتنا اهي، دي الخميرة البلدي، مش عاوزة تحط الفوري، دي الخميرة البلدي. هنحط نص صابع اهو، النص بس، ما بتحطش الصابع كله، عشان احنا حاطين نص باكو بيكنج باودر عشان العجينة متبقاش خمرة معانا قوي. ومعانا اهي ذرة ملح،
دول بتقلبهم على النار لغايه ما تدوبوهم كده وتلقاهم دابوا واللبن بتاعك دفى، بس دفي علشان الخميره بتاعتك ما تموتش. الخميره بتاعتك لو اللبن سخن قوي هتلاقي الخميره بتاعتك المفعول بتاعها ما عادش حلو. هنحط بقى حبه بحبه وتعجني اهو. احنا مش بنعجن يعني، احنا بنلم العجينه باللبن علشان السمنه احنا بسينا كل الدقيق اهو بالسمنه، ما عادش فيه دقيق واضح خالص. بنقعد نقلب بقى هنا كده، بنقعد نحط حبه بحبه حبه بحبه، ما تدلقوهمش كلهم. لو دلقتلهم كلهم هتضطر تحتاجي تحطي دقيق وهتضطر تحتاجي تحطي سمنه عشان هي مقاديرنا كلها مظبوطه مع بعضها اهو. هنفضل نقلب، وكل عام وانتم بخير، وهي حاجه بنفرح بها الاولاد وبنفرح بها نفسنا وبتعمل ريحه في البيت حلوه. وكل عام وانتم بخير. بقت رمضان خلص واحنا بنعمل حاجات العيد لسه هنعمل معاكم بقى، تنتظرونا. معلش احنا اتأخرنا عليكم شوية بس علشان ايه، الكحك والبسكوت ده خد معانا وقت اهو. هتيجي بقى بعد ما تقعدي تلميه كده بقى كله، هنجرب بقت معانا ايه، حتة ايه كحكاية اهي. بناخد حتة عجينة وتروحي انت جاية ايه مجهزاها كده اهو. الحلاوه بتاعتنا احنا عجناها وجهزناها زي ما انا قلت لكم. بتحط عليها معلقه ايه سمنه بلدي، لازم يتحط عليها معلقه سمنه بلدي اهو. بتاخدي حته الحلاوه بتحطها في النص، كتر الحلاوه يعني الكحك حلاوه. عاوزه تحطي من بتاع اللي هي العجوه، حطيها سيحها برضو بمعلقه سمنه بلدي وحطيها برضو، بس احنا بنحبها بالايه بالملبن اهو. بتكورها بين ايدك حسب مقدار الكحكه اللي انت عاوزاها كبيره عاوزاها صغيره براحتك، بس احنا بنحبها صغيره عشان تبقى على بق واحد يعني اهو. وبننقش الكحك بتاعنا. عندك ختامه اختمي به، بس احنا ايه بنحب ننقش بالمنقش البلدي بتاع زمان بديلها شكل حلو. عندك ختامه بلاستيك او عندك ختامه من التانية اللي هي الحديد حطيها برضو بتبقى حلو. كل واحد تبع الشكل اللي هو بيحب ينقش به. كحك بيحب اللمه وبيحب الحبايب تبقى حواليك، لازم يبقى عندك الحبايب حواليك ينقشوا معاك اهو. احنا بنرصه على الصينيه اهو زي ما انتم شايفين اهو ما شاء الله. كل واحده بقى نقشه مختلف عشان احنا حبايبنا كلها حوالينا. هنستنى بقى تما يخمر وندخله بقى الفرن. الفرن بتاعنا اهو. تخلصي الكحك كله الاول تنقشيه وبعد كده تستنى اهو. الفرن بتاعنا بتبقى النار واطيه من تحت، واطيه خالص من تحت وواطيه من فوق، بتهديه خالص بس لازم يبقى سخن الاول قبل ما تحطي فيه اهو. دي اول صينيه نقشتيها لازم هي اول واحده تدخل، التانية بعدها. اول واحده نقشتها خالص هي انت اللي بتدخليه وبتقفلي عليه الفرن وتسيبيه بقى. كل مثلا 10 دقايق بتغيري الصينيه شويه. هو بيقعد في الصينيه بالظبط نص ساعه اهو. دي بعد وقت يعني ما هو كده ما خلاص، بعد ما قعد يجي ربع ساعه كده في الفرن بنطلعه نضيره او 10 دقايق وبنبص عليه بص علشان ما يحمرش من الجوانب، بيبقى القلب الوسطاني لسه ما احمرش او استوى معانا اهو. ما شاء الله بدأ يتحسن معانا اهو، بدأ وشه يحمر. هطلعه لكم اهو اهو. ما شاء الله بدأ ياخد لون بسيط ما بيحمرش قوي. احنا بنحب لونه ذهبي، ما بحبش لونه احمر قوي كده، بيبقى ايه بيبقى لونه غامق قوي. فاحنا بنستنى انت بتطلعيه فاتح سنه بسيطه عشان كل ما بيقعد في الصينيه انت ما بتحشيش من الصينيه لما بيبرد بتلاقي اللون بتاعه اغمق شويه. شوفوا ما شاء الله الارضيه بتاعته من تحت لونها عامله ازاي، شوفوا الارضيه بتاعته حمراء وجميله اهي، والوش بتاعه ذهبي بس هي الكاميرا اللي مفتحاه شويه. انا ممكن اقفل لكم الفلاش وتشوفوا الايه شكله فاتح ولا غامق اهو. ما شاء الله اللون بتاعه بيبقى ذهبي بس خفيف من فوق، ما بيبقاش احمر قوي عشان هو ما بتطلعيه من الفرن وهو سخن لونه بيغمق شويه كمان معاكي. ما بيبقاش مثلا نفس الدرجه اللي انت مطلعاه من الفرن، طلعيه افتح شويه علشان بيغمق شويه تاني اما بعد اهو. بعد ما برد خالص يبرد خالص وترصيه بقى في الحله اللي عندك او علبه او اي حاجه انت عاوزه تحطيه فيه. بتخزن كده ما بتحطيش يعني تحته، بتحطيش في كيس ولا بتحطيه في حاجة وتقفلي عليها جامدة يعني اللي هو جردل أو صفيحة أو كلام من ده. لا، علبة بلاستيك كده عندك أو حلة كده مستغنية عنها ألمونيوم هتحطيها فيها وترصيه كده ما شاء الله اهو. هفتح لكم كحكة علشان تشوفوا شكلها ايه من جوه، شكلها عامل ازاي. هناخد واحدة اهو وهفتحها لكم اهو. شوفوا ما شاء الله بتهرد معايا في ايديا،
شوفوا ما شاء الله مفتحة من جوه ازاي. شوف الخميرة شغالة فيها في العجينة مفتوحة ازاي اهو. هنيجي بقى نرص معاكم طبق اهو. معايا هنا سكر، 2 معلقتين سكر مثلا ومعلقتين نشا وذرة فانيليا. ليه النشا؟ عشان ما يعرقش معاكي، ما يبقاش البسكوتة كده الكحك قصدي معرقة او حاجة. اهو بترصيه، عاوزة ترشيه كله رشيه كله وعينيه يبقى جاهز. عاوزة مثلا ترش على قد التقديم رش اهو. يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، ويا رب ننول اعجابكم دايما، ونكون عند حسن ظنكم، ويوصل لنا منني يوصل لكم كل جديد. وهنعمل معاكم البسكوت اللي هو بتاع العرايس اللي هو بيبقى محشي شوكولاتة معمول. وكل عام وانتم بخير ورمضان كريم.